كمدافع فريقك راح عمل هجمه بس اتردت عليك بهجمه مرتده، وانت بحكم انك مدافع فانت واقف على دايره السنتر او قبل دايره السنتر ورا، والمهاجم بتاعهم او الوينج بتاعهم بقى 1 على 1، بس هنا الواحد على 1 مش على حدود ال 18، ده واحد عليك من على دايره السنتر. هتدخل عليه ولا هتعمل ايه؟ هتحلق لحد ما زمايلك يرجعوا. هو طبيعي الثلاث لعيبه اللي بيبقوا قدام في الفريق الثاني بيبقى صراع جدا، فانت لو حلقت اللي هي كده في مساحه كبيره هيقوم زائق الكوره ويجري وراها، والله لو انت مين زق بس خلاص. دي صح امتى؟ قبل ال 18 تعمل دي. طيب لو على دايره السنتر مع المهاجم ملعب كبير جدا يجري فيه، اديله ظهرك كده كده اهو، امسك الكوره واجري اهو. ستوب بقى، بص المرمى بعيد قوي هناك ازاي، تمام؟ تعالى بقى انا اهو 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 اهو، عين عليك هنا اهو. ليه بقول لك اديني ظهر كده؟ ليه؟ عشان انت تبقى سريع لقدام، هو ما يغلبكش بسرعته. خلاص؟ هو انت هتعمل كده، يجي يمين يمين هتخش عليك كده. شفت ازاي؟ لان انا في الحاله دي انا بقفل زاويه وبفتح زاويه، لكن في الحاله دي انا فاتح الزاويتين وفي نفس الوقت هعرف اقفلهم، لان انت لو جيت كده قفلتها. تعالى بقى كده اهو، تعالى عليا كده، تعالى كده اهو. خلاص؟ تمام؟